الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الناس في يوم القيامة. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ثم أما بعد، فتعالوا بنا إلى العقول المحمدية. العقل هو مناط تكليف الإنسان، والذي يفرق بين الإنسان والحيوان هو العقل. ولذلك لما واحد يعمل حاجة غلط تقول له هو أنت حيوان؟ ليه؟ لأن مفيش عقل عنده بيعمل كده. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. إذا ضاع العقل رفع التكليف. ولذلك لما سئل الحسن البصري عليه رحمة الله عن صلاح الرجل، فقال: لا يتم صلاح الرجل إلا بتمام عقله. تمام العقل يكون في سن 40. يبعث النبي الأمين عليه الصلاة والسلام في سن 40 ليه؟ عشان تمام العقل. ولذلك سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام في رحلة الإسراء والمعراج، لما قابله النبي عليه الصلاة والسلام في السماء السادسة وتجوز، يعني سابه مشي، بكى موسى عليه السلام. قيل: ما يبكيك يا موسى؟ ما فيش حسد في الآخرة. قال: هذا الغلام، وأشار إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخل من أمته. هو سماه غلام ليه؟ لأن أمة النبي سنها صغير، الأمم من قبلنا كان سنها كبير، فأمتنا احنا سن صغير. فقال: هذا الغلام لا يقلل من النبي عليه الصلاة والسلام. وانظر إلى قتادة عليه رحمة الله، لما سئل: أغبط من؟ يعني أحسد مين؟ قال: الذي عنده عقل، لأن العقل زينة كما يقولون. ولذلك شوف النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذا العقل يرد إلى الإنسان في القبر حين يسأل. النبي عليه الصلاة والسلام بيذكر فتان القبر: إذا وضع القبر في العبد في قبره آتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، فيقعدانه ويسألانه. سيدنا عمر قدام النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول له: يا رسول الله، أترد إلينا عقولنا؟ عقلنا اللي كان معانا في الدنيا هيرد إلينا ثاني يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: في فيه الحجر، يعني أنا ألقمه الحجر الحجة. ده مين اللي بيتكلم؟ عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. دي أعظم فتنة في القبر إنك ترد عليهم. ولذلك قام الأنبياء بالفكر بالعقل، كما فعل إبراهيم عليه السلام مع قومه، لأنهم كانوا يعبدون الكواكب. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا رب. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي، هذا أكبر. فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون. أنتم مش بتقولوا ده الإله؟ بياخدهم على قد عقلهم. طيب الإله ما بيغيبش، إزاي يغيب الإله؟ الإله غير دول. فعل إبراهيم هذا، لأن صاحب العقل دايما عنده أمل.
وعنده تفاؤل ويرضى بقضاء الله تعالى وقدره. تعال معي إلى نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام. لما تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إن أيوب النبي لبث مريضا 18 سنة. 18 سنة مريض سيدنا أيوب، وخد بالك فقد أهله وولده وماله، لم يبقى له أحد إلا زوج، وكان له أخوان، أخين في الله، كان يغدان إليه ويروحان، كان يروحوا له ويجوا. فقال أحدهما للآخر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: انظر إلى بلاء أيوب، لقد أذنب ذنبا عظيما منذ 18 سنة وهو مريض لم يرفع عنه البلاء. فسمع صاحبه وقال لأيوب هذا، كلم سيدنا أيوب قال له بيقول كذا يا نبي الله. قال: لا أدري، ولكني كنت أمر على الرجلين فيحلفان بالله فأذهب فأخرج كفارة يمين مخافة أن يكون كاذبا. ده سيدنا أيوب عليه السلام. وكانت زوجه تذهب به إلى الخلاء، فأخذته ذات يوم إلى الخلاء وانتظرت، وأوحي إلى أيوب عليه السلام: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. سيدنا أيوب عليه السلام فرجع في أحسن صورة. فقالت له زوجه: يا هذا أنت أشبه الناس بنبي الله أيوب المبتلى، ألا تعرف من هو؟ قال: أنا هو. شوف سيدنا أيوب ربنا وصف القرآن به: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، لم ييأس أبدا. قال: ربي إني مسني الضر. انظر إلى أيوب عليه السلام يدعو ربه وليس عنده يأس. وانظر إلى ماذا حدث: ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. أيوب عليه السلام كان له أنظران، يعني جرنين، الفلاح ده جرن وده جرن. فأرسل الله سحابتين فأنزلتا جراد من ذهب. السحابة ملت الجرن ده، والسحابة الثانية ملت الجرن ده. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما يذكر نبي الله أيوب ويحسن جراد الذهب في حجره: سيدنا أيوب ده أنت عندك جرن ده أبو جرنين الثاني ده. فناداه الله عز وجل: يا أيوب ألم أكن أغنيتك؟ فيرد أيوب عليه السلام: يا رب لا غنى لي عن بركتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله اتقوا الله. تعال معي إلى نبي الله موسى عليه السلام. فرعون وجنده خلفه وهو أصحابه، كما قال القرآن الكريم: قال أصحاب موسى إنا لمدركون، البحر من أمامنا وفرعون من خلفنا، ميتين ميتين. انظر إلى ثقته وأمله في الله وتفاؤله. ماذا قال موسى عليه السلام؟ قال: كلا إن معي ربي سيهدين. انشق البحر ومر موسى بمن معه. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول له: يا رسول الله، لو أبصر أحدهم تحت قدمه لرآنا. فيرد عليه: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. لازم يكون عندك أمل في الله عز وجل، لأن الأمور كلها بيد الله لا بيد البشر. واعمل عقلك في طاعة الله يكن الرضا بقضاء الله. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغننا بحلالك عن حرام وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. اللهم اهد أولادنا واشف أمراضنا واقض ديوننا وارحم أمواتنا
واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وتوفنا وأنت راض عنا يا كريم. اللهم جنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ مصر من كل مكروه وسوء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر لحينا وميتنا. اللهم اغفر لحينا وميتنا. اللهم اغفر لحينا وميتنا. وأقم الصلاة. ولكني كنت أمر على الرجلين فيحلفان بالله فأذهب فأخرج كفارة يمين مخافة أن يكون كاذبا. ده سيدنا أيوب عليه السلام. وكانت زوجه تذهب به إلى الخلاء فأخذته ذات يوم إلى الخلاء وانتظرت، وأوحي إلى أيوب عليه السلام اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. سيدنا أيوب عليه السلام فرجع في أحسن صورة، فقالت له زوجه يا هذا أنت أشبه الناس بنبي الله أيوب المبتلى، ألا تعرف من هو؟ قال أنا هو. شوف سيدنا أيوب ربنا وصف القرآن به إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، لم ييأس أبدا. قال ربي إني مسني الضر. انظر إلى أيوب عليه السلام يدعو ربه وليس عنده يأس. وانظر إلى ماذا حدث، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. أيوب عليه السلام كان له أنظران، يعني جرنين، الفلاح ده جرن وده جرن. فأرسل الله سحابتين فأنزلتا جراد من ذهب. السحابة ملت الجرن ده والسحابة الثانية ملت الجرن ده. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما يذكر نبي الله أيوب ويحسن جراد الذهب في حجره، سيدنا أيوب ده أنت عندك جرن ده بجرنين الثاني ده. فناداه الله عز وجل يا أيوب ألم أكن أغنيتك؟ فيرد أيوب عليه السلام يا رب لا غنى لي عن بركتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله اتقوا الله. تعال معي إلى نبي الله موسى عليه السلام. فرعون وجنده خلفه وهو أصحابه، كما قال القرآن الكريم قال أصحاب موسى إنا لمدركون، البحر من أمامنا وفرعون من خلفنا، ميتين ميتين. انظر إلى ثقته وأمله في الله وتفاؤله. ماذا قال موسى عليه السلام؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. انشق البحر ومر موسى بمن معه. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول له يا رسول الله لو أبصر أحدهم تحت قدمه لرآنا، فيرد عليه يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. لازم يكون عندك أمل في الله عز وجل، لأن الأمور كلها بيد الله لا بيد البشر. واعمل عقلك في طاعة الله يكن الرضا بقضاء الله. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغننا بحلالك عن حرام وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. اللهم اهد أولادنا واشف أمراضنا واقض ديوننا وارحم أمواتنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وتوفنا وأنت راض عنا يا كريم. اللهم جنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ مصر من كل مكروه وسوء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر لحينا وميتنا. اللهم اغفر لحينا وميتنا.
اللهم اغفر لحينا وميتنا وأقم الصلاة. قال موسى عليه السلام قال كلا إن معي ربي سيهدين. انشق البحر ومر موسى بمن معه. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول له يا رسول الله لو أبصر أحدهم تحت قدمه لرآنا، فيرد عليه يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. لازم يكون عندك أمل في الله عز وجل، لأن الأمور كلها بيد الله لا بيد البشر. واعمل عقلك في طاعة الله يكن الرضا بقضاء الله. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغننا بحلالك عن حرام وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. اللهم اهد أولادنا واشف أمراضنا واقض ديوننا وارحم أمواتنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.